الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. شايفين النهاردة في طرح جديد وخير جديد. عندنا بطة اول مرة تنام، بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا هنعمل مزرعة، احنا عندنا بطتين 4، في 2 نايمين وفي 2 مطلعين، بسم الله ما شاء الله. قلنا هنكمل مع بعض المزرعة بتاعتنا دي يا حبايبي. اول مرة تنام البطة دي اول مرة تنام عندي وتطلع، عشان كده البط بتاعها صغير، لان البيض كان صغير لانه اول مرة. دي يا حبايبي اول مرة تنام واول مرة تطلع عندي. دي تكملة المزرعة ان شاء الله. فعايزه نقول لكم ان احنا بسم الله ما شاء الله نكمل مع بعض اهو. شايفين يا حبايبي الخير؟ دي لسه مطلعه اهوت. جيت الصبح اهوت لقيتها طالعه بره هي وعيالها، جبتها وحوضت عليها وحطيت لها اكل اهوت بادي 21، وحطيت لها سقايه الميه، وهنجيبوا لها شويه ميه بسكر دلوقتي نحطهم في السقايه زي ما اتعودنا معاكم. وبعد كده هنبتدي بقى ايه نحضن بقى بالحاجات الطبيعيه بتاعتنا اللي من البيت. فبس حبيت اوريكم معانا زي ما قلت لكم، وهنتابعوا مع بعض وهنشوفوا مع بعض مزرعتنا تكبر يوم عن يوم. دي بطه جديده اول مره تطلع اهيت، بس هو العدد مش كتير عشان خاطر هي اول مره تطلع. بسم الله ما شاء الله، هم 7 بطات بس، يعني 7 وفي هناك 18، يعني خير كتير الحمد لله. دي على ديت مرة، وفي واحدة نايمة قربت تطلع، وفي كمان يا حبايبي برضو بط تاني هينام برضو اهو. خنان تاني اهو، بسم الله ما شاء الله، عشان تعرفوا بس المزرعة بتاعتنا هتكمل ان شاء الله وربنا هيبارك. شايفين اهو؟ دي برضو يا حبايبي بطة تانية قربت تنام اهو، بيضة بيض وقربت تنام عليه. واحدة تانية اهو عشان تعرفوا بس ان انا ايه، دي ان شاء الله نكبر مزرعتها. واحدة تانية بشرت اهوت لسه في البداية. فان شاء الله المزرعة بتاعتنا كده هتكمل مع بعض بأمرك يا ربي اهو. حضنا عليهم اهوت مع البط الكبير اللي بيطلع اللي بينام اهو، عزلهم لوحديهم، سايبه الفراخ وبقية التربة. ده الأوضة دي ان شاء الله بداية المزرعة يا حبايبي. دولت بقى اللي هم طالع لنا دلوقتي، اشكالهم جميله وما شاء الله، فيهم ابيض كتير. انا بحب الابيض السوداني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب قوي الشكل ده يا حبايبي، بس الام طبعا هتعضنا. بحب قوي الشكل اللي هو فيه ابيض كتير ده. السوداني اللي فيه ابيض كتير ده بيبقى عامل زي البغالي. ده يا حبايبي اللي هو الخليط النسكوفي على سوداني. ده بسم الله ما شاء الله بيشيل لحم واوزان وبيبقى جميل جدا، وشكله حتى مبهج وحلو قوي. طبعا الام عندنا سمرة زي ما انتم شايفين اهوت، بس معظم البط فيه ابيض، في اللي طالع لها اسمر وفي اللي ابيض في اسود. الابيض غالب على الاسود. انا بحب قوي النوع ده من البط، بحب الشكل ده قوي. وبحب اكتر كمان لما يكون البط ابيض ساده. السوداني ده لما يبقى ابيض ساده بيبقى شكله جميل جدا جدا كمان. يعني انا بحب قوي الشكل ده. عايزه احركهم كده بس عشان اتفرج عليهم. انا بحب جدا جدا اتفرج على البط الصغير ده، بحسه زي الاطفال كده ومستمتعه بيه جدا ومبسوطه بيه قوي. شكله يفرح ما شاء الله. شايفين؟ طبعا ده لسه اول يوم ليه، عشان كده ايه يعني حجم البيت كان صغير المره دي عشان في الاول. فشايفين يا حبايبي؟ شايفين البط قد ايه صغنطوط ازاي؟ عايزه امسكها بس خايفه من مامتها. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده دقيقه بس واحده، دقيقه واحده. شايفين البط؟ شايفين شكله؟ شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله. انا بحب شكل البط كده قوي الصغنون ده، واحب اللون ده. شايفين؟ اللهم بارك، اللهم بارك يا رب. اهو هيكبر يوم بيوم مع بعض، وهنوريه لكم يوم بيومه كده، هنوريكم احجامه ان شاء الله. طبعا احنا هنهتم بيه في الاول. هم 7 بس ربنا يبارك، يعني واحده طلعت 7، واحده طلعت 10، واحده طلعت. ده رزق يا جماعه. والله في واحده بتطلع كانت طلعت عندي 18 قبل كده. في واحده بطه لوحديها كده طلعت عندي 18 قبل كده. فده رزق يا حبايبي. فاحنا عشان كده قلنا اكتر من بطه، يعني 7 بطات ولا 5 بطات، قلنا هيعملوا لنا مزرعه لسبب، لان ده رزق وبيطلع يا حبايبي كل شهر، يعني شهر و10 ايام، شهر ونص. يعني انا دلوقتي البطه ديت لو خدتها من ولادها ورميتها بره وحطيتها كده مع البط الكبير، دي ممكن تبيض بعد اسبوع كمان حسب الاكل. لو بتاكل كويس تبيض بعد اسبوع. لكن انا هسيبها مع ولادها لان انا مرقده غيرها. يعني ايه؟ يعني الخير كتير الحمد لله، مش ضروره يعني. فانا هسيبها مع ولادها عشان شايفين حجمهم ضعيف قوي، لسه طالعين من البيضه والبط منه المره دي لسه اول مره. صغير جدا، لان البيض اول مره تبيض. في حجم البيض طبعا المربين عارفين حجم البيض في الاول خالص بيبقى صغير، بس بسم الله ما شاء الله مع الوقت بيكبر.
بيبقى كل مرة مثلا الحجم البيض بيزيد وحجم البطة نفسها بتزيد. شوف الأم خايفة عليهم، كل ما أجي أصور في حتة تجري ورايا تحضن. شايفين أهو، ما تخافيش، خليكي مع أولادك. شايفين يا حبايبي المنظر الجميل ده؟ أنا حبيت أوريكم المنظر دوت. نشوفوه مع بعض ونتابعوا مع بعض. احنا وعدناكم بمزرعة إن شاء الله تكبر معاكم وبيكم وبدعواتكم تعليقاتكم الجميلة. ان شاء الله البط ده باذن الله مع بعض كده في رمضان هنذبحوه مع بعض، هيبقى بط رمضان ان شاء الله. اللي يعني هيكبر معانا، رمضان بقى عليه زي 4 شهور. ان شاء الله باذن الله نهتم بالبط دوت في اكله، وباذن الله هيكبر معانا ويبقى بط رمضان. هو ده والدفعه اللي فاتت اللي هو ال 18 اللي انتوا شفتوهم معايا في الفيديو اللي قبل كده. طبعا وفي نايم وفي هينام لسه، في بطه نايمه هناك بس طبعا بعيده عن المكان دوت، معرفتش اصورها لكم. لكن انا وريتكم الخنان اللي هنا، الاتنين تانيين هيرقدوا ان شاء الله. ده كله بط رمضان يا حبايبي، خير جديد اهوت وطرح جديد، وفضلك يا رب ربنا يدوم الخير عندنا وعندكم كلكم يا رب. الحاجات دي جميله في البيت يا حبايبي، بتحسسك بفرحه وبهجه. يعني انا لما باجي طيور الصبح كده وبفطرهم اشوف منظر زي دوت بيسعدني حقيقه، يعني بيبهجني ويسعدني وبحس بفرحه كده، وبحس ان انا تعبي ما بيروحش. شايفين اهي الام حطاهم تحت جناحاتها دي يا حبايبي، ما يفرقش حاجه عن الغذاء. حضن الام وجناحها ده اللي هو بتحط عليهم يدفيهم، ما يقلش حاجه عن الغذاء بالظبط، عشان بيتدفوا وبيكبروا اسرع. لما تكون الام معاهم في الفتره الاولانيه يا حبايبي بيكبر حجم البط اسرع. وانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو تاني للبط اللي قبل دوت اللي طلع مع بعض برضو وريته لكم. هوريكم حجمه دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى قد ايه، وكبروا بقى قد ايه، عشان تعرفوا ان احنا لما نقول هنعمل مزرعه ان شاء الله احنا مش بنقول كلام وخلاص. هوريكم وانتم معايا دلوقتي البط التاني، حجم البط التاني. شايفين طبعا دي طيورنا التانية انا عازلاها بره، الفراخ عازلاها بره عشان خاطر الفراخ طبعا ما بتخليش اي بط ولا اي حاجه تبقى معاهم، يعني بصراحه ياكلوا ويعيشوا معاهم حياتهم. شايفين اهو شايفين البط التاني بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا لكم هنعملوا مزرعه مع بعض. شايفين شوف التاني ده حجمه بقى قد ايه يا حبايبي، كبر ازاي. شايفين طبعا هو كبر لدرجه ان هو انطلق مع الكبير بقى عادي. يعني انا بحط له اكل وميه على جنب كده. انا طبعا جايه الصبح لسه ما عملتش حاجه، الاكل المواعين فاضيه اهي. انا بحطه على جنب يا حبايبي في الاوضه هنا اهو، بحط له اكله وحاجته هنا على جنب، والكبير هنا جنبه لان الاوضه ما شاء الله واسعه. فجيت لقيته مطلوق مع بعضه. هو شايفين ما عادش حتى في خوف عليه من ابوه ولا من خالاته اللي وراه دول علشان خاطر حجمه ما شاء الله كبر وما عادش يتخاف عليه اهو. ده ان شاء الله برضو يلحق رمضان يا حبايبي، هيبقى فيه توابع بقى، ده الاول والتاني ورا منه، وان شاء الله الخير عندنا على طول في بيوتنا ما انقطعش. دي بس كانت النهارده عشان اعرفكم المزرعه اللي احنا قلنا نعملوها مع بعض. احنا ماشيين فيها اهوت ان شاء الله، وهتكبر معانا وبيكم ودعواتكم. وعايزاكم تصلوا على الرسول كتير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي الصلاه على الرسول والله بتجيب الرزق وبتجيب السعاده والامن والامان والطمانينه في بيوتنا، وفينا شخصيا احنا بنبقى مستقرين نفسيا. حبايبي ما تبطلوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا بتعملوا شغل بيتكم وانتوا يعني اذكروا الله دايما وصلوا على النبي كتير بالصوم. شايفين ما شاء الله هتلاقوا الخير عندكم والله يا حبايبي، هتلاقوا الخير بيزيد وهتلاقي الرزق بيزيد. ويكفي ان انتوا هتبقوا قاعدين في بيوتكم مطمئنين سعداء مبسوطين. شايفين حتى الكبير بيجري على الصغير والدنيا شغاله ومفيش اي مشكله، وبسم الله ما شاء الله فضلك يا رب. انا دلوقتي هعزلهم كمان شويه على جنب كده، اكلهم هيروحوا لوحديهم كده، الكبار على جنب والصغار على جنب، وكله ببركه ربنا والدنيا ماشيه والحمد لله. وبيبقى عندنا كبير وصغير والخير كتير وبيزيد ببركه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومش هنطول عليكم اكتر من كده، فيديو تاني جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بفطر طيورنا.